السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. دي تاني سيشن معانا في لستة وات ذا مينينج اوف بروجرامينج، ودي تاني سيشن اسمها داتا تايب. اول سيشن قلنا ان البرمجة هي لغة تواصل ما بيني وبين الكمبيوتر، فطبيعي طبعا ان لغة التواصل دي هيكون فيها ارقام وحروف وارقام عشرية وقيم مطلقة، هيكون نصوص، هيبقى يعني الدنيا فيها كلام تاني. فهي لغة البرمجة دي عشان اعرف الكمبيوتر ان انا بتكلم عن رقم عشري او بتكلم عن نص او بتكلم عن رقم صحيح، فانا محتاجة اقوله مصطلح عشان يفهم ان دي نص. فاحنا هنتكلم عليها بطريقة جميلة وسهلة. هنستخدم كام مثال معانا من المطبخ عشان نبين ان المطبخ ليه كل مكون فيه دور معين. فاحنا كمان هنقول ان البرمجة كل نوع بيانات ليه وظيفة محددة. يعني هنشوف مع بعض ازاي ان الارقام والنصوص والقيم المنطقية كل حاجة منهم هيكون لها استخداماتها الخاصة، فعشان نقدر نفهم البرنامج هو عاوز ايه بالظبط. ما تيجي نشوف الموضوع ده. ما تيجي نشوف. اول حاجه معانا هي الارقام الصحيحه. الارقام الصحيحه اللي هي انتجر الكمبيوتر هيفهمها ان هو ده رقم صحيح. فعشان اقول له ان انا عايزه اوصل له ان ده رقم صحيح او عايزه ابني حتى عمل آلة حاسبة او حاجه، فانا هحتاج اقول له ان دي انتجر، ده رقم صحيح، الدنيا تمام معايا ولا لا. فاول مكون معانا في المطبخ هو عدد البيض في الكرتونة. زي ما تقول عندك 12 بيض، انا عندي 12 بيضة. عدد البيض لازم يكون عدد صحيح. يعني ايه عدد صحيح؟ عدد صحيح يعني 1 و2 و3 و4 و5، يعني عدد مفهوش كسر خالص. طب انا عايزة اقول للكمبيوتر دلوقتي ان انا عندي عدد البيض بيساوي 12. هقوله ازاي؟ هقوله انت عدد البيض ايكوال 12 وسيمي كول. ده بس انا كده بقول للكمبيوتر ان انا عندي عدد البيض بتساوي 12. ده بس مش اكتر، ان انا اقول خلاص كده انا وصلت للكمبيوتر ان عدد البيض بتساوي 12. طب انا عايزه اقول له رقم عشري. الارقام العشريه اسمها دبل في البرمجه. فطب المثال في المطبخ اسمه ايه؟ كميه الحليب في الكوب. ان انا عايزه اوضح ان الرقم ده عشري فيه كسر في الكميه. احنا قلنا ان انتجر دي رقم صحيح مفهوش اي كسور، لكن دبل دي فيها اي كسور. عايزه اقول للكمبيوتر دبل كمية الحليب بتساوي 1.5 سيمي كولا. بس كده انا خلصت. قلت للكمبيوتر ان عندي حليب 1.5 لتر. بس خلاص كده انا قلت كده. طب عايزة اعمل نص اسمها سترينج. زي ايه؟ زي كتابة اسم الوصف. كتابة ايه؟ مثلا كبسة دجاج او اي نص عامة. بقول للكمبيوتر string equal كبسة دجاج سيمي كولا، بس مش اكتر ولا اقل. بس طب انا عايزه اعمل قيم منطقيه مطلقه اللي هي بولين. البولين زي ان انا الحق الحاجه دي شغاله ولا لا. هل الفرن ده شغال؟ هل التلفزيون ده شغال؟ هل اي حاجه شغاله ولا لا؟ اي حاجه فيها او لا فهي اسمها بولين. اقول للكمبيوتر ان ده مش شغال او شغال ازاي؟ بقول بول الفرن شغال بتساوي ترو. يبقى كده تمام، كده الفرن كده شغال تمام. طب لو هو مش شغال بقول بول الفرن شغال بيساوي فولس. كده انا بقول له الفرن مش شغال. كده قلنا كل انواع البيانات. كل انواع البيانات لها دور محدد في البرمجة. زي المكونات اللي احنا قلناها في المطبخ دي، ان انا لازم افهم الانواع المختلفة عشان اقدر ابني برنامج شكل صحيح. ده كان الملخص يعني بطريقة سهلة وبسيطة، وقدرت اربط بيها مكونات المطبخ بمكونات البيانات الموجودة في البرمجة. مش حابة اخلص لحد هنا، بس حابة اقول شوية كام كلمة كده بسيطة. حاول ان انت تكون مرن، لان طبعا مش دايما الدنيا بتكون سلسة معاك او سهلة. طبيعي هتقابل تحديات في الاول. حاول تكون مرن على قد ما تقدر، وانك تكون عامل كذا بلان او مستعد تغير خططك. حاول برضو تتعلم من التجارب المختلفة. حاول يكون لك في المجال دعم نفسي، لان الدعم النفسي ده مهم جدا في اي مجال عامة، سواء برمجة اي حاجة تانية.
فان انا احط نفسي وسط ناس ايجابيه بتشجعني وتدعمني، سواء كانوا زملاء او صحاب او حتى اهل. احط نفسي وسطهم عشان ده هيديني حافز كبير ان انا اكمل او يديني دفعه استمراريه. وافتكر طبعا حاجه خصوصا بالبرمجه ان انا بتعلم حاجه دلوقتي هيكون ليها فايده كبيره اوي في المستقبل. المهارات البرمجيه دي مهمه جدا وهتكون يعني ليك فايدة كبيرة اوي في المستقبل ان شاء الله، فهتفتح لك ان شاء الله ابواب فرص كتير وشغل كتير ان شاء الله في المستقبل او سواء دلوقتي. وبس دي نهاية السيشن بتاعتنا في الداتا تايب، واشوفكم ان شاء الله في السيشن التانية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.